عمرك سألت نفسك ليه بعض المنتجات بتتباع بالملايين رغم إن في بدائل أرخص منها؟ ليه ممكن إعلان يخليك تشتري حاجة ما كنتش ناوي عليها؟ السر هنا مش في المنتج، السر في المسوق. تخيل معايا عمر شاب لسه متخرج متحمس بيشتغل في التسويق وبيقول لنفسه سهلة، هنزل بوستات أشغل إعلانات والمنتج هيبيع. لكن أول يوم ليه في الشغل مديره قاله التسويق مش إعلان، التسويق فن، تأثير وإقناع. عمر دخل اجتماع مع الفريق لأول مرة فاكر إنه هيشوف أفكار إعلانات، لكن هنا اتفاجئ بأسئلة غريبة. مين الجمهور اللي هنستهدفه؟ إيه مشكلته وإزاي المنتج بتاعنا يحلها؟ إيه اللي يخلي الزبون يختارنا بدل المنافسين؟ هنا عمر بدأ يفهم التسويق مش مجرد إعلان، التسويق خطة علم وذكاء. وعشان تبقى مسوق ناجح لازم تجمع بين 3 أدوار. أول دور المحلل النفسي، بتفهم عقلية العميل، إيه اللي بيخليه ياخد قرار الشراء وإيه اللي بيخليه يتردد. بتدرس البيانات سلوك المستهلك وتعرف إزاي تحوله من مجرد متابع لعميل مخلص. تكون مبدع فنان، بتكتب محتوى يخطف العين ويأثر في المشاعر. بتصمم حملات إعلانية تعلق في دماغ الناس، بتعرف إزاي تخلي المنتج جذاب حتى لو المنافسين أقوى منك. ولازم طبعا تكون استراتيجيتي ذكي، بتخطط لكل خطوة، بتجرب استراتيجيات مختلفة، بتحلل النتائج عشان تطور الأداء، مش بتعتمد على الحظ. كل قرار عندك مبني على بيانات وتحليل. وطبعا في عالم التكنولوجيا الحديث وبعد ظهور ال AI، هل يا ترى التسويق هيتأثر ولا لأ؟ هل المهنة في خطر ولا لأ؟ طبعا مع ظهور الذكاء الصناعي حاجات كتير اتغيرت. دلوقتي عندك أدوات بتحلل لك السوق وتقترح لك محتوى وحتى تصمم الإعلانات. لكن هل معنى كده إن المسوقين هيختفوا يعني من الآخر؟ لأ، المسوق هو اللي يعرف يستخدم ال AI بذكاء، هو اللي هيكسب اللعبة. ال AI هيساعدك تحلل بيانات أسرع لكن مش هيقدر يفكر زيك. هيسهل عليك إنك تنشئ محتوى لكن مش هيقدر يبدع زيك. هيحسن استراتيجياتك لكن القرار الأخير دايما عندك. بعد كل ده، إيه برضو العائق اللي يخليك مسوق ناجح؟ المسوق الناجح لازم تكون فاهم شوية حاجات أو تعمل شوية خطوات. أول حاجة اتعلم الأساسيات اللي هو السلوك الاستهلاكي، كتابة المحتوى، استراتيجيات التسويق. جرب بنفسك، اشتغل على مشاريع صغيرة حتى لو تطوعية. استخدم أدوات حديثة زي شات جي بي تي، جوجل أناليتكس والاي اي تولز كلها. وفي النهاية التسويق مش مجرد شغل، دي لعبة ممتعة. لو عرفت قوانينها تقدر تتحكم في السوق. السؤال ليك، ايه المهارة اللي شايف إنها الأهم لأي مسوق ناجح؟ شارك رأيك في الكومنتات.